جاب الراوتر وابتدى يفتح مكان الشباك بدقة. صاحبه كان جوه بيساعده يحدد المكان، وهو بيفتح مكانه من بره على قد الشباك بالظبط. وبعدين بدأ يجهز الفتحة عشان العزل. جاب التيب العازل اللي استخدمه في كل حاجة حرفيا، وفرد سيليكون على فريم الشباك كله، وطلع الشباك من الكرتونة بتاعته وركب أول شباك في مكانه. وقبل ما يثبت أي حاجة جاب ميزان المية وتأكد إن الشباك موزون كويس، وعمل فيه كام تعديلة بسيطة وبعدين ثبته في مكانه. وجاب التيب وقفل بيه حوالين الشباك كله. وكان في شباك مقاس الفتحة بتاعته أكبر من مقاس الشباك، فكان محتاج يصغرها. عمل عتبة في الشباك من تحت وعالج الفرق اللي فاضي بالفوم، وبعد ما الفوم يتجمد هيكمل طبقة تانية فوقه. ركب العزل وثبت الشباك كويس، وبصراحة شغله نظيف جدا. واستعمل رفع عشان يعرف يشتغل على شبابيك الدور التاني، وركب الشباك بنجاح وكمل تركيب الباقيين. ولما الشبابيك ركبت المنظر بقى مختلف جدا، والبيت بقى منور والهواء بدأ يدخل لجوه المكان. والمشروع لسه مخلص، في تفاصيل كتير لسه هتتعمل قدام.